عايزاكي بقى تنسي اي طريقه تانية عملتي بيها شوربه لسان عصفور، علشان الطريقه دي بجد انت هتعتمديها على طول. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. مبدئيا كده هنحمر اول حاجه لسان عصفور في شويه زيت وحته سمنه بلدي كده تديها طعم حلو جدا جدا. تمام، هنقلب كويس جدا جدا لحد ما هتاخد لون ذهبي غامق سيكه صغننه، يعني هو ده اللون اللي انا عايزاه. جبت طماطمايه كبيره مبشوره او طماطمتين، حطيتهم عليها وهسيبهم بقى كده يتشكشكوا شويه حلوين مع بعض. هغطي عليهم شويه حلوين، تمام، يعني بالظبط قعدت 3-4 دقايق. بعد كده كشفت عليها واديتها كده تقليبه حلوه، وبعد كده هكون محضره الشوربه ومسخناها. هنزل عليها بالشوربه برده وهسيبها شويه مع بعض. هقعدهم كده 5 دقايق 7 دقايق، تمام. اول ما هيغلوا هطفي عليها النار وهغطيها وهسيبها علشان خاطر تنفش كده، وهتشوفوا الوقت هتعمل ازاي. بصوا هتلاقوها نفشت كده، يعني استوت. السوا ده بقى اسمه سوا على الرايق، سويناها على الرايق وعلى الهادي خالص. تمام، هتحتاج شوربه، هنزود لها شوربه. بعد كده بقى تغرفوها وتاكلوا احلى مكرونه لسان عصفور بالشوربه. اكتبوا لي بقى اهم حاجه التريكات بتاعتكم ايه، خلينا نستفيد من بعض. ولو وصلتوا لهنا اهم حاجه تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا صلوا على النبي واتبعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين.